اهلا بيكم في فيديو جديد. معاكم اسلام مندو. انا بعلمك ادوبي فوتوشوب من تحت الصفر للاحتراف، والحلقات اللي فاتت اتعلمنا شويه ادوات، والنهارده هننفذ على شويه الادوات ديت، وفي تنفيذ عملي كان في الحلقات اللي فاتت. هي حلقات بسيطه وبعلمكم ادوات بسيطه وبننفذ عليها شغل عملي بحيث انك تكتسب خبره. انا نفذت البروجكت دوت بالادوات البسيطه اللي احنا اتعلمناها، اللي هي السليكشن تول والبروش. فانت تعمل لايك وسبسكرايب، ويلا بينا اوريك انا عملت البروجكت ده ازاي. اول حاجه نروح على فايل ونيو، وهنتك مثلا كريت. اول حاجه انا جبت البي ان جي دوت، وعملت له ازاله خلفيه بالسليكشن تول. لو عايز يعني سليكشن تولز بسيطه قوي، وهوريك ازاي تستخدمها دلوقتي انك تفصل الخلفيه بتاعت الشخصيه ديت. انا جبتها يعني انا يعتبر سرقت الايقونه ديت. الايقونه دي انا سارقها، وثانيه واحده كده هوريكو انا فرغتها ازاي. تمام. انا هجيبها من على جوجل. انا الصراحة عملت سيرش كده في جوجل، ولقيت الصورة ديت، ولقيت كذا صورة، بس دي افضل صورة عجبتني الصراحة. هنكبرها شوية كده. انا شايف كده مناسب قوي. تمام. وبعد كده انا لو بصينا كده على الصورة بتاعتنا، قربنا كده، تكينا الت وقربنا، لقينا ان الخلفية بتاعتها موجودة، وان كمان في كتابة اللي هي ايه، حقوق ملكية، وهكذا. هروح على السليكشن تول اللي هي كويك سليكشن تول، واتك عليها، وهبدأ اعلم على الشخصية اللي عندي. انا علمت على الشخصية اللي عندي اهوت والجزمة، وعلمت على الشخصية اللي عندي. هبدأ وهزود هنا الكراسة بتاعته، وخلاص كده تقريبا، والقلم. وكده انا تقريبا حددت في حتت كده انا مش عايزها، اتك الت من الكيبورد وابدا انقصها اهوت. اهوت الاجزاء ديت. طب ازود من هنا الت اهوت. اهوت هنزود برضو هنا بالظبط كده. انا تقريبا كده حددت الصورة بتاعتي. هو تحديد مش دقيق قوي، بس عشان ما نطولش هروح على كلمة edit، وبعد كده كوبي، بعد كده كلمة edit واتك بيست. انا كده عملت لاير جديد فيها الصورة منفصلة اهيت. همسح بقى ديت ملهاش لازمة خلاص. تمام. ومن هنا بقى هقرب عندي شوية حاجات كده، شوية عيوب. ممكن بالتول ديت السبوت هيلينج بروش، وابدا اعلم على الكلمه ديت اهوت. اقرب شويه كمان اهوت. عالجت الموضوع كده سريعا، وبدون ايه خسائر. لو انت بصيت كده هتلاقي الصوره ايه، رجعت كويسه. تمام. تاني حاجه بقى هنعمل البوكس بتاعنا. دي مرحله مهمه قوي ولازم تركز فيها. هعمل نيو لاير، ومن اللاير ديت بقى هعمل ايه بقى، هقول له هات لي السلكشن تول ديت يا معلم، ويلا بينا نعمل البوكس بتاعنا. انا هعمل بوكس قريب قوي من التلاجة او شبهه، واروح كده نازل بخط مستقيم. عشان انزل خط مستقيم اتك شيفت، نزلت بخط مستقيم اهوت. بعد كده هاجي بزاوية كده، وبرضو ايه مش هتك شيفت بقى هنا عشان انا عايزه بزاوية شوية. عشان لو تكيت شيفت بص هيعمل ايه. خلينا من غير شيفت، تك تكة، اروح طالع كده، وظابطها هنا مثلا، واروح موصل كده. خلاص كده عمل معايا تقريبا جنب من جنوب، جنب من جنب، جنب من الجنب بتاعت، جنب من جنب بتاع التلاجة. طب انا هروح على البروش برضو، اروح مديله لون الصندوق. انا حابب اللون ده كمان، حاسس ان هو قريب قوي من لون الصندوق. واروح مكبر البروش واديله، اديله وش بوهية كده. تمام. وبعد كده اروح على تاني السليكشن، واروح قايل له انا حابب ان انا اعملها فلاير جديده، واروح محدد هنا كده اهوت. ابعدها شويه، تك باك سبيس، اقول لك زي ما هي كده. ومن هنا وكده انا حددت الجزء اللي فوق. هو مش مظبوط قوي بس كويس. هروح على البروش واديله
ولو انا عايز اعمله تاني احدده تاني، باك سبيس اهوت، عملنا باك سبيس رجعنا من التحديد دوت، اروح انا محدده بشكل ادق شوية عشان يبقى حقيقي نوعا ما. ده كده اقرب شكل للحقيقة، واجيب البروش بتاعتي واديه. تمام. ولو عايز احركه سنة عشان حاسس ان هو عايز يتحرك سيكا. تمام. اوكي مفيش مشكلة. هو في عيوب بس طبعا احنا بنتعلم او بنجرب. تمام. نيو لاير عشان بحب افضل اعمل نيو لاير نيو لاير كل خطوة باخدها اهو كده. اروح نازل لحد هنا، واروح داخل بالبوكس كده واديله كده، واروح مدي الجنب دوت مثلا لبني يا سيدي اهوت بالبرش، واديت الجنب ده لبني. بقى عندي صندوق، بس انا افضل برضو يا جماعة اللون دوت عشان يبقى ايه، باين ان هو ايه صندوق اكتر. تمام. وبعد كده اروح على دي سيلكت وابعت كده، بقى عندي صندوق وفي شخصية واقفة قدامه اهيت واقفة قدامه كأنه هيكتب اوردر. مثلا ممكن اكتب كلمة مثلا delivery now. now. تمام. واخلي الكلمة دي تحت هنا كده، وممكن اروح اعمل كده مثلا مخلي الكلام كله مثلا بالاسود. انا من محبي الاسود الصراحة. ممكن نجيب كلمة اللي بتاعت جوجل بلاي واحطها فوق مثلا كده، او احطها هنا كده كويس اوي واتك صح. واجيب بتاعت اب ستور برضو، ممكن بلاي الاب ستور برضو احطهم هنا. وبكده انا عملت تصميم جميل كده وبسيط من الادوات اللي عندي، ما عملتش اي حاجة تانية. هو شوية لايرات، وعملت بوكس بالسليكشن تول، وعزلت الخلفية بتاعت الراجل دوت، وشوية تايبنج. عملت تصميم بسيط قوي يدخل القلب. احنا كده خلصنا الجزء العملي، تعالى نشرح شوية ادوات تانية. تعالى اوضح لك نقطة مهمة قوي، وهي السمارت اوبجكت. سمارت اوبجكت دوت حاجة هنفهمها سوا دلوقتي، وهي لو الصورة بتاعتك عليها المربع دوت يبقى هي سمارت اوبجكت. يعني ايه سمارت اوبجكت؟ يعني لو جينا اتكينا كنترول تي وصغرنا الصورة بتاعتنا وعملنا علامة صح من فوق، الصورة بتاعتنا بقت صغيرة. طب لو جينا اتكينا كنترول تي ونكبرها، اتكينا صح، الصورة بتاعتنا رجعت تاني زي ما هي بالجودة بتاعتها. طب احنا لو هي مش سمارت اوبجكت، يعني مش عليها المربع ده، ولو اتكينا كنترول اتكينا كليك يمين وعملنا سترايز لاير، هيعمل ايه؟ هيلغي السمارت اوبجكت. طب انا لو صغرت، بص بقى، لو صغرت كده اتكيت صح ورجعت كبرت تاني، بص الصورة بكسلت ازاي. الصورة بكسلت على الاخر، وبقى عشان هي مش سمارت اوبجكت. فانا اتك كنترول زد كنترول زد، رجعنا تاني كده. احنا فهمنا نقطة يعني ايه سمارت اوبجكت. نيجي على النقطة اللي بعدها، وهي هنشرح كده الماسك. بص يا صديقي، انا مثلا لو رحت مثلا حددت الشخص دوت مثلا اللي هو انا، حددته شعره، نقرب كده في حتت مش عايزينها تك الت، ونلغي الحتت اللي احنا مش عايزينها، اللي هي مثلا الزرع ده عشان ميبقاش ظاهر، والحتة دي برضو. تمام. ممكن الحتة دي ملهاش لازمة برضو، لا مش قوي. ايوه. في حاجة تانية في ديت اهيت. هو التحديد بتاعي مش افضل حاجة بس انا ايه، عشان نشرح بسرعة الادوات بتاعتنا. تمام. بعد ما حددنا، لو احنا مثلا
بعد ما حددنا مثلا حاجة مثلا عندنا او حددنا اوبجكت معين، ورحنا لغينا التحديد دوت من دي سيلكت، اتلغى التحديد. لكن انا لو عايز ارجعه هروح على سيلكت وهعمل ري سيلكت. دي نقطة مهمة عشان في ناس السيلكت بيروح منها بعد تعب كبير، بعد تعب كتير، فعايزين ترجعوا السيلكت تاني من القائمة سيلكت. تمام. لو انا بقى عايز اخرج الشخص ده من الصورة اللي هو فيها، بعمل حاجة اسمها ماسك، وهي علامة الكاميرا او علامة المدورة ديت اللي هي الدايرة في المربع ديت، لو اتكيت عليها فهو عمل ماسك للصورة، وبقى الشخصية دي عندي. لو اتكيت كنترول تي برضو اقدر اكبر واصغر زي ما انا عايز. تمام. لو انا بقى عايز الون الخلفية، اروح اعمل نيو لاير. بعد ما عملنا نيو لاير، ولو عايز اخلي اللاير اللي هي في الخلفية ديت املاها لون معين، ممكن اتك على الت باك سبيس، اتملت معايا باللون اللي هنا، او كنترول باك سبيس فتملى باللون اللي ورا. بص بقى، في حاجة حلوة قوي وانت شغال على الماسك، بيجيلك لونين ابيض واسود. الابيض عشان تخفي والاسود عشان تظهر. مثلا الابيض، بص الابيض بيعمل ايه، بيظهر حاجة او بيظهر الخلفية اللي ورا. ولو جينا على اللون الاسود هيبدأ يخفي لي اجزاء من الصورة. واقدر اتحكم برضو في الالوان بتاعتي اللي انا ظهرتها او خفيتها من هنا، ان انا اقلل او ازود فيها زي ما انا ايه عايز. وهكذا برضو التحديد يبقى شارب او لا، كل ده بتحكم منه من هنا. وديت حلقة النهاردة، عشان ما اطولش عليكم، يا ريت تعملوا لايك سبسكرايب. واحب اختم دلوقتي الحلقة بكلمة لا اله الا الله. لازم تتفرج على الحلقات اللي فاتت والحلقات اللي جاية عشان تحترف في الفوتوشوب. سلام.